الأورومو في عدن قنبلة موقوتة. التفت يمينا أراهم، التفت شمالا أراهم، في كل مكان ينتشرون، يتكاثرون، يتوغلون في الشوارع والأحياء والمساجد والطرقات. ما الذي أتى بهم إلى بلد منهكة بالحرب؟ ولماذا هذا النزوح الكبير والمثير إلى اليمن وبخاصة إلى جنوبه؟ والبلاد تعيش أوضاع حرب مستعرة في شماله وجنوبه، وأوضاعا اقتصادية متردية، ونزوحا داخليا بأعداد كبيرة هروبا من مناطق الحرب، وتحمل الجنوب العبء الأكبر من نزوح الشماليين إليه. وفي غمرة هذه الأوضاع يتفاجأ الجنوبيون بنزوح مريب وكبير جدا للأورومو إلى مناطقهم، وبخاصة إلى عدن. فمن هم الأورومو؟ ولماذا نزحوا إلى اليمن في هذا الظرف؟ ومن سمح لهم بالدخول إلى جنوب اليمن؟ ولماذا توغلوا في أحياء وشوارع عدن ولم توضع لهم مخيمات خاصة؟ وأين دور مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظماتها؟ وما الهدف من نزوح الأورومو إلى بلد منهكة بالحرب؟ هل يهربون من الموت إلى الموت، أو أن هنالك أهدافا خفية؟ النازحون الأوروميون. الأورومو مجموعة عرقية في إثيوبيا، وهي كبرى قومياتها وأشدها حرمانا، تشكل قرابة 40% من سكان إثيوبيا البالغ تعدادها 117 ملايين نسمة. نزحوا من صراعات القوميات والحروب الأهلية ومن انتهاكات حقوقهم والتمييز العرقي. الأورومو في عدن تجمعات مثيرة. لا يكاد أحد في السنوات التي أعقبت حرب صيف 2015 في عدن لا يعرف الأورومو، فوجودهم الكثيف وتجمعاتهم الكبيرة وتزايدهم يوما بعد يوم، وأغلبهم شباب، وانتشارهم على شكل مجموعات في الأحياء والشوارع والمطاعم والفنادق والمساجد يثير قلقا ويدفع للتساؤل: أين دور الجهات المعنية من هؤلاء؟ وكيف سمحت الجهات الأمنية بدخولهم إلى عدن وانتشارهم فيها من غير رقيب ولا حسيب؟ ومن أعطى التعليمات لدخولهم المتكاثر والمتزايد إلى عدن؟ وإذا كانت هنالك اتفاقيات دولية لليمن بإيواء النازحين، فهل يكون الإيواء في تغلغلهم في شريان المجتمع وفي كل مكان بحيث يصعب مراقبتهم واحتواؤهم؟ أليس إيواء النازحين يكون في المخيمات وبعيدا عن المدن الرئيسية بحسب الاتفاقية الدولية؟ ولماذا صمتت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظماتها عن فوضى انتشار الأورومو في عدن ومدن الجنوب، أم أن الصمت وراءه ما وراءه؟ وهل الأورومو جاءوا إلى اليمن نقطة ترانزيت لتجديد وجهتهم القادمة إلى دول الخليج كما يزعمون، مع أن ذلك من المستحيل في أوضاع الحرب وحتى في السلم؟ وإذا كان اليمنيون أنفسهم لا يستطيعون النزوح إلى دول الخليج لا في السلم ولا في الحرب، فكيف بهؤلاء القادمين عن طريقها من شرق إفريقيا؟ تساؤلات وقلق شعبي تعيشه عدن من أوضاع هؤلاء. أهم لاجئون حقا، أم قنبلة موقوتة تنتظر لحظة انفجارها؟